الطبيعي بناكل الفسيخ والرنجة بالطريقة العادية أو بالطريقة التقليدية بتاعتنا بتاعت جدي وجدك والطريقة العادية خالص، لكن إن أنا آكل الفسيخ مولتون كيك دي جديدة، وبرجر فسيخ وبرجر رنجة يعني ده احنا رحنا في حتة تانية خالص. فتعالوا معانا نشوف البرجر والمولتون كيك والكريب. هبتدي معاكم دلوقتي ببرجر الرنجة. هو هنا محطوط خس مع الفلفل الألوان والرنجة. هو حلو، هو جامد، الطعم لا رايق. هي خرجت عن المألوف هنا. نشوف الحواوشي، حواوشي رنجة ما جوه بصل وفلفل، لا رايقة رايقة رايقة. انت بتاكل رنجة عادي، الرنجة العادية، وعيش الحواوشي اللي هو اللي بيقرمش. ده برجر الفسيخ. البرجر كويس، البرجر حلو قوي. ندخل على المولتون كيك. بص ده المولتون كيك اللي هي خاربه بيه الدنيا، رايق. هو طبق فسيخ، لكن هو الجديد اللي انا عجبني قوي الحواوشي والبرجر. والحواوشي انا انصحكم ان انتوا تجربوه، الحواوشي عالي قوي 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 قوي، تيستو عالي قوي. هسيب لكم المكان ورقم التليفون والمنيو في التعليقات تحت. السلام عليكم.